يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، لم علينا عبيدك يا رب. طب ما ترش ميه انت بقى، ولا تعمل حاجه كده تجيب لنا طراوه، ولا تجيب زباين؟ ارش ميه ازاي؟ انت مش شايف الكاميرات والاضاءات والناس اللي ورا الكاميرات والناس اللي في كل حته؟ اه، هنكدب من اولها. اكشن. مساء الخير واهلا وسهلا بكم ايتها الجماهير العريضه في اول حلقه من حلقات في السين مع محمدين. احب ارحب بصديقي العزيز الاستاذ محمد عرفه. وانا برحب بالفائز بالبالون دور 2025 ان شاء الله، محمد صلاح. فكره في السين ان احنا هنتكلم معاكم في الحلقات اللي جايه كلها عن حاجتين: يا اما سين حياتي واعتقد ان ده يخص ناس كتير، او سين في الفن واعتقد ان ده برضه يخص ناس كتير. والنهارده عملنا لكم سين حياتي، وهي حاجات بسيطه بتبسطنا وعملناها في شكل تحدي. هنشوف انا ولا صلاح هنكسب، وهنقول اكتر حاجه غريبه بتبسطنا، واللي هيجمع اكبر عدد نقط هو اللي هيكسب، والفايز هيجيب هديه بسيطه تبسط الشخص التاني، وهتشوفوها في الحلقه الجايه. بص يا استاذ عرفه بقى، التحدي ده قائم على فكره ان كل واحد لازم يفاجئ التاني، اه. لان مش اي حاجه هتبسط اي حد كده. لا. يعني الموضوع واضح، فاهم ازاي؟ هنشوف. هنشوف. طيب مبدئيا اولا كده، اول حاجه ممكن تبسطني في يومي اصلا هي ان انا اكون صاحي فايق واخد كفايتي من النوم. ليه؟ لان ده اصلا نادرا ما بيحصل الفتره دي، نظرا لظروف الشغل ونظرا للارق اللي هو مشكله جيل. صح ولا غلط؟ فدي حاجه يعني اللي هو نادرا ما بتحصل. صح، فايق رايق. طيب، انا اول حاجه بتبسطني لما اغني تتر بدايه او نهايه حضره المتهم ابي لوحدي او مع حد، اوكي. اللي هي نازل وانا ماشي، ماشي. او اللي هو حقك علي يا ابني يا نور. يلا. خلاص اعرف. خلاص اعرف، تراني اتأثرت اعرف. ده ماشي. بيبسطني مع ان هي اصلا حاجه، فاهم؟ كئيب. اه. يعني انتوا واخدين بالكم يا جماعه ان هذا الجيل ممكن تبقى حاجه كئيبه تبسطه عادي، ما فيهاش مشكله يعني. طيب بعد الصحيان وبعد ان انا افوق كده شويه، ممكن اشرب فنجان قهوه فرنساوي عظيم في البلكونه. دي برضو اعتقد انها من مسببات السعاده. انا شايفك متجه في السيمبل منه، في اللي هو السيمبل من، الحاجات ما انا لسه البسيطه. جاي لك في ده قدام. انت شكلك طموحك يبقى عندك كوخ في بالظبط. مزرعه وتبات فيه وتربي استاذ فراخ. عرفه، استاذ عرفه، انت كده بتيجي على الجرح، لان ده فعلا الحاجه اللي انا بعد والله وانا سن كمان، التقاعد بتمنى ان انا اعملها. والله من دلوقتي. ما هو سن التقاعد خلي بالك بقى دلوقتي كام؟ بقى 35 يا استاذ عرفه. خلاص بقى صح احنا يا داخلين عليه يا جماعه، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتس وفي الحاجات دي، هو سن التقاعد بالنسبه للشباب دلوقتي ده كام؟ يعني 35 40 يعني؟ انا بشوف ناس جين زي بيقول لك يا رب اطلع على المعاش، ازاي اطلع على المعاش، بيسالوا تشات جي بي تي ازاي اطلع على المعاش من دلوقتي. بالظبط. وبالنسبه لهم مواليد التسعينات اللي هو احنا خلاص بقى، احنا دلوقتي طلعنا معاش يعني. فاعتقد فنجان القهوه الصبح في البلكونه ده من الحاجات اللي ممكن تسبب لي السعاده، لان انت ممكن تنزل شغلك الصبح ما يبقاش عندك وقت ان انت تاخد الفنجان ده اصلا يا استاذ عبد. ايوه، لا هي حاجه تبسط فعلا. ماشي اتفضل. انا بالنسبه لي في حاجه بتبسطني قوي لما ادخل في الشات، معرفش ده في ايفون ولا في كل حاجه. لما بدخل في الشات الاقيه عامل لي الشات اللي بتكلم فيه عربي، عامل لي الكيبورد بالعربي، والشات اللي بتكلم فيه انجليزي عامل لي الكيبورد بالانجليزي. بيسهل عليا. مريح يا جماعه. ده كسل بقى ده ولا ايه؟ لا دي بوينت هنا يا جماعه. بوينت اول بوينت هنا يا جماعه، لان الاستاذ عرفه جاب موضوع فعلا. هو ممكن تقعد تكتب وانت مش واخد بالك نص ساعه كده وبتكتب قصيده طويله، وتيجي تبص في التليفون تلاقي اصلا ان انت كاتبه ده انجليزي مش عربي. ايوه. ودي حاجه بتحصل يعني في استغفر الكيبورد الله العظيم يا رب. اللابتوب برضه بتحصل. ماشي. لو اللابتوب يفهمني برضه هيريحني. بوينت هنا عند الاستاذ عرفه يا جماعه. ماشي. رقم 3 في الحاجات اللي بتبسطنا انك تصحى على مورنينج تكست مسج لحد انت بتحبه. بس الرياكشن ده يا جماعه أيوة. يدي بوينت. ولا ايه؟ يعني ايه؟ بس انت شخص جميل والله. الله يخليك يا استاذ عرفه، الله حاجات يخليك يا استاذ البسيطه عرفه. واعتقد بتبسطك. ان ده برضو يعني انتوا عارفين يا جماعه التكست مسج دي ما بتجيش غير في اوقات الارتباط، يعني بتبقى في اوقات معينه، فاهم ازاي؟ فبرضو بتبسطك كده الصبح تصحى كده على مسج معينه من حد أيوة. معين، بتفتح لك يومك بدايه كده، بدايه سعيده لليوم. بوينت عندي يا جماعه. بس عرفه ادى رياكشن على الموضوع فشيخ. انا بقى بتبسط لما في الشتاء كده اكل يوستفنديايه كامله ما الاقيش فيها بذرايه. البطيخ من غير بذره عرفتها، بس اليوستفنديايه من غير، عارف اللي هو أيوة. من غير بذره. ماشي تمام حلو لطيف. طيب رقم 4 بالنسبه لي هو ان اليوم يعدي في الشغل بدون حوار.
وده يا استاذ عرفه برضو اعتقد ان هي من النوادر اللي ممكن تبسطك. ان انت عارف الشغل وحوارات الشغل الكتيره، فاهم؟ وتلاقي حد كده بيروح باعت لك تعالى ايه المكتب حالا، في إيه يا جدعان؟ هل العالم بينهار؟ يعني هل الدنيا خربت؟ هل في حاجه؟ ما عادي يعني، ما فيش يوم شغل عادي يا جماعه، ما فيش اي حاجه يعني. لا لازم مديرك فجاه يعمل لك سسبنس. فانت برضو لو يوم شغل يعدي بدون حوارات، دي برضو من الحاجات اللي تبسطك. تمام. ماشي، خش على بعض. انا بقى ببسط، ودي حاجه شريره شويه، بس انا ببسط لما بلاقي حد ملوش في عمرو دياب. عشان انا ماليش في عمرو دياب، ودي حاجه مش كومن. هو هضبه وجامد وكل حاجه، بس الناس اللي مالهمش في عمرو دياب دول انا بحبهم. طب يا استاذ دي عرفة، بوينت ولا مش بوينت؟ مش بوينت، دي اتخضيت. ما انتش يا استاذ عرفة، احنا كده بنخسر جماهير الهضبه معاك. لا لا طب لا يا لا. جماعه اقول لك على حاجة. انا ماليش في عمرو دياب عادي، طب بس بحترمه جدا، راجل ناجح جدا. لك حق الانسانيه في راجل- الوجود على مفيش رأي حد الأستاذ ناجح عرفة. ماشي، لك حق الانسانيه في مفيش الوجود. حد أنت ناجح ماشي. زيه، بس انا ماليش فيه. تمام. عادي قوي بالنسبه انا لي. ليا فيها يا جماعه، عشان انتوا عارفين ان انا شخص دبلوماسي ومش عايز اخسر جماهير لا بس انت لسه قايل لي ان انت بتحبه، وانا عرفت ان البوينت دي بحبه مش جداً. هتجيب معاك. انا بحبه جدا، هي ما جابتش معايا يا جماعه، بس ربنا يستر على جماهير الهضبه. في واحد يعني مالوش فيه، بس في واحد ليه فيه، يعني ايه، يبقى احنا بالنسبه لنا الموضوع تمام. طيب، كروزه بالليل كروزة مع اصحابك دي بوينت، عشان دي بس من اكتر الحاجات اللي بتبسطني، وانا ما افتكرتش اكتبها. شفت بقى انا من اكتر الحاجات انت اللي عندي يا جماعه كروزه بالليل مع اصحابك. يعني كروزة دي يا جماعه يعني تركب العربيه عشان عربيه بس وكروز بقى او نروح مكان تلف حلو. كده لفه، تروح تاكلوا اكله حلوه، تسمعوا تقف عند أغاني. كشك، اه تقف عند العربيات تشرب بتاعت حاجه القهوة دي. لطيفه، بالظبط كده. بالظبط بالظبط. انا بقى ببسط عشان انا بكلم كتير كول سنتر، لما اتصل بالكول سنتر والجرس يرن على طول، ما يبقاش فيه لو انتظار اللي هو بتاعت الوتيرة كيو دي سخيفه ام قوي. دي سخيفة. لما الجرس يرن يا هتردوا عليا. على طول. يعني خلاص في حد دلوقتي بيرفع السماعه يا استاذ عرفه، وخلاص هيخش معاك في الكول، ايوه ويبتدي معاناه الكول نفسها. لا يعني دي ده دي موضوع حاجه تاني تانية. برضه، هندي حلقه تانية النت لوحدها بقى يعني. وكده، ده انا بقالي معاهم موضوع. شهرين. اوكي، حاجة لدرجه صعبة. ان هو قال لي ان هو غير شركه الانترنت كلها يا جماعه. يعني الموضوع برضه يلا. كده ايه. ماشي. الحاجه السادسه بالنسبه لي هي لما اتكلم مع نفسي بالليل واضحك. بمعنى ايه بقى اتكلم مع نفسي بالليل واضحكني؟ ان انا ساعات ممكن اقعد وانا قاعد كده مفيش اي حاجه بعملها خالص، افتكر مواقف واضحك عليها. ايوه ودي حاجه تبدو غريبه يا جماعه، ان احنا قلنا ممكن حاجات غريبه تبسطك، فدي برضه من أيوة. الحاجات الغريبه اللي تصدق لسه حصل لي امبارح، بس حصلت لي وانا خارج من السوبر ماركت وواحد تاني داخل لاني ببتسم لوحدي كده، حسيت ان انا ماله. هبل جدا. بس لو في الاوضه مستوره عادي كده. ماشي. حلو. انا بقى ببسط لما دي حاجه خاصه جدا بيا، لما بشرب شاي بلبن بالنعناع. في شاي بالنعناع وفي شاي بلبن بالنعناع، جربوها. بوينت يا جماعه يعني. جربوها يا أنا جماعه. اعرف الشاي الساده اللي بنعناع، لكن شاي بلبن بالنعناع ممكن تشرحها للجماهير الصراحه. عادي شاي عليه لبن وعليه نعناع، وتسيبه شويه عشان النعناع ينزل، اشرب بقى احلى فليفر. اوكي. انا عايز اقول لك وانا بكتب البوينت تراي دي ذس ات هوم. يوزز، وانا بكتب البوينت دي جري ايه ريقي ريقك جري. ريقي جري. اوكي ماشي. رحت عملت واحد شاي بلبن بالنعناع، ظبطني. حلو الكلام. لا بوينت هنا استاذ عارفه، لان دي معلومه يا جماعه جديده، انا نفسي اول مره اسمع عن هذا ماشي. الناس مع خبر حلو عن حد يخصني او حاجه انا بحبها، يعني سواء حاجه تخصني انا او عن شخص ان انا انت يا اما انت شخص جميل، يا اما انت بتحاول تكسب الجمهور ان انت شخص انا طيب. بحاول اكسب. بجد بجد أنا كلها حاجات. أنا الشخص أبدو الطيب هو انا ابدو علينا. شريرا. هو كل الناس بتقول لي انت شخص طيب، بس انا ابدو شريرا من جوايا. انتوا ما تعرفيش انا بعمل ايه في الميد نايت، ولا بعمل اي حاجه عادي يعني. بتضحك نفسك. بضحك نفسي، مش حد ضحكني النهارده ولا في فبضحك اي حاجه، نفسي. ولا في اي حاجه. بس لا بتبسط بجد لو في خبر حلو عن حد يعني سمعته او حاجه، لانه شخص أيوة. قريب يعني انت منك بتحب الخير. فتتبسط له. ايوه. ولو ليا هيبقى حلو اكتر. يعني انا شايف كل اللي انت قلت عليه ده تاخد بوينتس اصبر، عشان انا جاي لك في التيل يا استاذ عرفه. ماشي. بس انا بقى ببسط لما اصحى قبل المنبه، بحس بفوق اكتر. يعني لو المنبه صحاني، لو المنبه صحاني هصحى مش فايق. لو انا صحيت قبل المنبه فانا كده فايق له. ولما تحس انه لسه في ساعه، يعني تصحى قبل المنبه بساعه، ايه ده؟ الساعه 5 بس انا هصحى 6، يا لسه في ساعه هنامها، فاهم ازاي؟ أيوة. ده حلو فشخ.
مشكله بقى لو جيت 6 ما قدرتش تصحى. بس مش تصحى ساعتها، لو هو بيرن ما بتصحاش. ماشي. دي حاجه ليها علاقه بجزئيه التمثيل. ممكن فكره ان انا ممكن اقعد اجيب كاركتر وامثله في الاوضه، هتبقى بتبقى بتبقى في يوم انا كده واخد فاضي بالي من فيه. دي، لان يا جماعه صلاح كل شويه يقوم عامل لي ارتجاله كده، جايب لي حته من فيلم. يعني بعدين كده مفيش اي حاجه، واروح مديله حته كده وهو يخش معايا ايه اه جوه الارتجال حسب اللي هو بيرميه. انا بحب بالظبط. الناس دي بصراحه. حلو. طب عليها بوينت ولا مفيش؟ عليها طبعا. انت كل ايه يا استاذ عرفه؟ هنشوف في المونتاج يا مش هينفع جماعه. كده يا أستاذ بصوا عرفة. مش هينفع اكسبه بالسهوله دي. والله ما هينفع كده، بس ماشي يلا نكمل. انا بتبسط لما محمد صلاح الحقيقي انت محمد صلاح الجميل. لا ثانيه يا الجميل. جماعه، احنا دي هنحط على المونتاج مزيكا حزينه وهنعمل كده؟ يعني ايه يا استاذ عرفه دي؟ محمد دخلت صلاح قلبي يعني رشقت يا استاذ مو عرفه. صلاح انا صلاح كمان ده يا جماعه طبعا يعمل اي حاجه حلوه. فخر وشرف ليا ان انا اسمي على اسمه، يعني دي آه. حاجه لوحدها. تخيلوا بقى استاذ محمد صلاح في الكوره ان شاء الله باذن الله، محمد صلاح في الفن. يعني هتبقى حاجه عظيمه ان شاء الله، ربنا يدينا ربع حظ. لا هو مجتهد، عايزك تعرف. ما بحاول. المهم لما بيعمل اي حاجه حلوه انا بتبسط، كأن انا اللي عملتها. يعني هو لو خد بالون دور انا السنه دي انا نجحت في حياتي. طبعا حلوه إن شاء الله. دي 3 بوينتس. دي تريبل. خلي بالك. عارفين بقى التيك توك اللي يقول لك تريبل، كبس على التريبل، ده كبس على التريبل، فاهم ازاي؟ حلوه فشخ دي. ماشي. نتفرج على فيلم حلو او اقرا كتاب كنت مأجله من فتره. بص بس اعرف ساعات كده انت عادي ممكن تتفرج على فيلم حلو، تقرا كتاب حلو، بس في حاجه كده فيلم او كتاب انت مخزنه بقاله فتره ونفسك يجي الوقت الفاضي اللي تقرا فيه الكتاب ده او تتفرج فيه على الفيلم ده. والناس كلها لك يا ابني انت ازاي مفوت الفيلم ده؟ يا جماعه هتفرج عليه والله انت لو بس الموضوع واخد وقته شويه. صح. فتلاقي بقى يوم كده من الايام الجميله اللي بيحصل فيه الحاجات اللي بتبسط، ان عندك وقت تتفرج على، تخبط لك ساعه ونص تتفرج على الفيلم ده ويطلع حلو فعلا. اللي هو انا ازاي كنت مفوت ده. ايوه دي حاجه لا جميله. انا بقى بتبسط لما يجي لي حد يكلمني على لينكد ان بتاع الشغل يا جماعه، يقول لي انا عايزك في شغل وبتاع، في عندنا شغل فاضي عايزك في شغل، حتى لو انا في شغل ومبسوط فيه ومش هسيبه وامشي، بس انا بتبسط ان عليا الطلب، فاهم؟ ان هو حد بيكلمني ده جزء من نجاحي، فاهم؟ بص بقى، ما هو دي النقطه اللي بعد اللي جايه بالنسبه لي. ماشي بص النقطه خش في اللي جايه، بس هي بوينت ليك. ليه؟ لسبب حتى لو مش مبهره يا جماعه، ده شغل بس. ليه؟ عشان هي فيها تشابه مع البوينت بتاعتي. ايوه نديله حقه يا جماعه، نديله حق، لان احنا الاثنين فكرنا في نفس البوينت. ايوه فنديله حقه يا جماعه. ماشي. ان حد يعمل لك مفاجاه حلوه بشكل ما. بص في ناس كتير، في نوعين من الناس، في ناس بتحب انها تتفاجئ بحاجه، وفي ناس ما بتحبش تتفاجئ بحاجه. لا انا احب اللي هو فاجئني جدا. يعني اعمل لي اكله حلوه، تقول لي يلا انا تحت البيت ننزل دلوقتي مثلا. ايوه مش عارف ايه يعني. تقريبا انا عندي بوينت شبه البوينت، فاحنا ماشيين مع بعض. انا ابتدينا نخش في الحاجات اللي ايه. ايوه 2 بوينتس. ما هو طبيعي يا جماعه، اكيد انتوا عندكم حاجات مشتركه، قولوا لنا انتوا بتحبوا ايه برضو بيبسطكم. لا كده احنا لما نخلص التشالنج عايزين كل الناس تكتب لنا كومنت ايه بجد الحاجات اللي ممكن في يوم ما كده بعيدا عن ايامكم التقليديه تبسطك في يوم. يا حاجه دي حصلت النهارده واتبسطت، اليوم كان حلو كده. ايوه فخلينا نشوف. بص بقى البوينت دي يا استاذ عارفه، بس انت قول لي انت البوينت بتاعتك الاول. انا بتبسط لما بقى قاعد، عشان بقعد ساعات كتير لوحدي على قهوه او على كافيه او كده، لما بقى قاعد فاضي كده والاقي حد ما قابلتوش من زمان ويجي يقعد معايا فنسلي بعض، دي حاجه جميله. انا ايوه لما تقابل حد صدفه. ماشي خش 2 بوينتس عند عرف. احنا في الاخر هنجمع هنشوف هنتلخبط. ماشي بس هي عايز اقول لك ملنكه معايا. دي بقى ردا على البوينت اللي قبل دي بتاعت لينكد ان. انك تلاقي مكتب كاستنج لا بيك ولا عليك كده، وانت نفسك تمثل او نفسك تعمل اعلان ويروح مكلمك رقم غريب. بص يا جماعه، ايوه رقم غريب دي صلوا على النبي. ايوه الاستاذ عرف هيخش معاك في هذا الموضوع يا جماعه. رقم غريب لحد بيعمل اعلانات بيمثل يعرف اكيد، وفي سيزون في وقت السيزون ورقم غريب اعرف ان في اوردر تصوير جاي لك. صح بقى اعلانات تمثيل دي بتبسط جدا. وانا نسيتها دي 3 بوينتس ليك. دي بتبسط جدا. فتلاقي مكالمه كده مكتب يقول لك تعالى اعمل اوديشن، تعالى اعمل حاجه مش عارف ايه الكلام ده. انا بقى في حاجه كده بتبسطني خاصه بيا، وهو لما الصيف يجي والاقي هدومي لسه عليا، لسه على قدي. بمعنى
بمعنى ان انا ما تخنتش. نفس عشان المقاسات. حصلت لي كذا سنه ورا بعض، الصيف يجي لا ده انا محتاج لبس جديد. اوكي ماشي. انا النقطه اللي بعدها عندي انك تبقى رايح مشوار معين فتلاقي نفسك رحت مشوار تاني احسن منه. بمعنى انك ساعات كده مثلا ممكن تبقى مخطط ان احنا هنروح مكان معين، فتلاقي مثلا المكان اللي انت رايحه ده حصل فيه مشكله، البلان اتغيرت، فاهم ازاي؟ فيحصل اللي هو حد يقترح حاجه، او تلاقي نفسك رايح مشوار تاني يطلع احسن من المشوار اللي انت كنت ايوه مخطط. تشينج اوف بلانز حلوه يعني. بالظبط، حلوه جدا. وعايز اقول لك يمكن دي مش في فكره المشاوير او الخروجات بس، ساعات كتير جدا تبقى انت مخطط لحاجات في حياتك بشكل عام، ايوه وتحصل بلان الهيه كده احسن من اللي انت مخطط لها اصلا، هو اللي انت عايز تعملها وتطلع احلى بكتير. ايوه ده ممكن يبقى موضوع حلقه تانية نتكلم فيه اصلا يعني. ممكن. ماشي. انا بقى عندي مرض كده، اللي هو لما بشتري حاجه اونلاين، اوكي. بشتري حاجات كتير قوي اونلاين بالتقسيط، من غير بالكاش، بالكريدت كارد، باي حاجه. تمام. اشتريت اوردرات يعني مثلا الشهر بتاع الجمعه البيضاء ده كله حلو. من قبل ما يجي اصلا، وانا اوردرات اللي هو ماما اصلا فاهم تعبت مني. انت ايه بتجيب ايه في الاوضه اللي قد كده دي؟ اوكي حلو. بس كده. بس عندي مشكله يا جماعه في موضوع الاونلاين ده، لان في حاجات كتير، والصراحه خليني افتح معاكم بقى في الكلام ده بس اعرف بعد اذنك يعني. في حاجات كتير بتجيبها اونلاين بتلاقيها على السايت حاجه، ولما بيجي لك حصلت طب ما احكي لنا حاجه كده. انا مره اشتريت صفقه تيشيرتات بتاع 7 تيشيرتات، كلهم جم صغيرين كنت اسال عليا، لك اكيد المقاس والوحيد اللي مثلاً. جه على قدي مكتوب فيه جمله هنا ما كنتش شايفها، محطوطه من الجمله مش عايز البسها يعني، وما بيرجعش. ده في اوبشن انه ما بيرجعش. انت تخيلوا هذه الجمله ممكن تبقى ايه؟ لا بتبتدي باف. ما علينا. the future is yours او the power حاجه ما هو فيها اف برضه. empower your future، اللي هو ليه بعمل تنميه بشريه وانا ماشي عادي يعني. ايوه ماشي اوكي. ما حدش يشتري والله يا جماعه بشكل عام يعني، عشان برضو ايه، لا اشتروا او اشتروا يعني عادي يعني. حلو بقى الكلام بقى. بص بقى النقطه اللي جايه دي بقى عشان اعرفها بقى، في بقى فكره ان انت تبقى بتقلب كده، عارف لو لما بتفتح التلفزيون عادي ولو عايز تسيب حاجه كده في الباك جراوند شغاله عشان بس الاوضه تبقى فيها حس كده يعني، مش عارف ايه، فتيجي تقلب كده تلاقي ايه، صعيدي في الجامعه الامريكيه دي ولا عبود على الحدود، عبود على الحدود او الحاجات دي. اي فيلم من اوائل الافلام اللي بتاعت اوائل الالفينات يا جماعه. بس انا يعني الصعيدي بالذات لو لقيته في التلفزيون هسيبه بقى شغال واقعد بقى واستمر واكمل معاه وكده. تحيه للصعيدي في الجامعه الامريكيه وجيل الصعيدي في الجامعه الامريكيه وكل انا بقى البوينت الجايه لازم ثانيه واحده يا جماعه. شايفين يا جماعه الساعه دي؟ شايفينها؟ انا بقى ببسط لما بعمل كده فتقوم الساعه منوره. سبحان الله كده ما بتنورش. سبحان الله سبحان الله يا جماعه. يا نهار اسود يا جماعه. التكنولوجيا العلم متقدم يا جماعه، العلم متقدم حقيقي يعني. ابقى على الموتوسيكل كده راكب واعمل الساعه كده تقوم منوره. سبحان الله. لا 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 3 بوينتس هنا يا جماعه. 3 بوينتس لهذا الاختراع بجد يعني. كرنج قوي اللي احنا بنقوله ده بس ماشي. دي برضه حاجه ليها علاقه بالشوبينج. النقطه اللي جايه دي ان هو بيقول لك لما تروح مثلا تشتري لبس او اي حاجه ما تلفش كتير، انت في دماغك حاجه تلاقي اللي انت عايزه على طول. يعني بص انا بفضل النوع ده من الشوبينج بالظبط كده. عاده بجيب حاجه انا مش عايزها عشان بس هجيبها. ايوه انا نازل اجيب تيشرت اسود معين فلاقيه، مش لازم الف الدنيا كلها عشان الاقي حاجه. والموضوع ده بصراحه البنات بيحبوا ينزلوا يتفرجوا اكتر، مع احترامنا يعني البنات احنا بنحب او في ناس مننا، في ناس ولاد بتحبوا يلفوا برضه، بس في ناس مننا اللي هو يحبوا ينزلوا يشتروا على طول الحاجه اللي هم عايزينها. بص يا استاذ عرفه، عشان تبقى صارت اقاويل كتير في هذا الموضوع يا جماعه. البنات تبقى عارفه هي نازله تشتري ايه، بس هي حتى لو الحاجه اللي هي عايزه تشتريها وقدامها اهي وفي البتاع اهي هتشوف لو في حاجه احسن. وساعات بيجوا بصفقات، بس الصفقه دي عشان تجيبها لفت فاهم، عملت 5 كيلو لف في المول. فوت حاجه احسن ما ينفعش. لازم الف المول كله لحد اما ايه، وفي الاخر بقى ارجع اخد الحاجه ما كانت موجوده من الاول. ممكن نجيبها من اول محل احنا دخلناه على فكره. لا مفيش الكلام ده اصلا. مفيش الكلام ده خالص. انا بقى ببسط لما يكون مسلسل مش عامل ضجه او فيلم مش عامل ضجه واتفرج عليه والاقيه فظيع. طبعا زي مثلا فيلم يوم مالوش لازمه، ده ما نجحش في السينمات، بس اول مره اتفرجت عليه يا جماعه ازاي معايا اليوم ازاي معايا اليوم
الفيلم ده ده حلو. خطير من اول لحظه لاخر لحظه. اخراج الاستاذ احمد الجندي، في كل بقى الشباب اللي كانت طالعه وبقوا نجوم دلوقتي، تايسون طبعا ناس كتير قوي، ومحمد ثروت وغيرهم. وروبي اخواتي روبي. كنت معاها ايوه هنعرفكم مش الكلام هنقول ده حاجات في كتير الحلقه بس. الجايه ان شاء الله. بالظبط. اوكي، دي بوينت انت كنت قلتها فهتتحسب لي باتنين. ان هي لما تبقى قابل حد في بحبه في مكان صدفه، اللي هو زي القهوه، ممكن تبقى قاعد في مكان او تبقى في اي مشوار وحد انت بتحبه كده تقابله صدفه، ايه ده، ايه الصدفه الحلوه دي، ايه ده انت هنا وبتاع. والله ما اعرف ان انت هنا اصلا. قشطه يعني، دي برضه لطيفه فشخ. انا بقى بتبسط لما ببقى بتفرج على ماتش بيعلق عليه حفيظ دراجي، عارفينه كلنا اللي ليهم طبعا. ويتجنن حفيظ دراجي يقول لك لو 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 وما اعرفش مثلا لما كان جوارديولا عور نفسه في مناخيره يقول لك راح تعور نفسك في راسك وفي بطنك وفي بيعور فشخ فبيضحكني بصراحه. ايوه دي حلوه فشخ. ماشي. بص بقى اللي جايه دي بقى يا جماعه، ودي اعتقد في شباب كتير اخواتي اللي في ظهري هيوافقوا على هذه البوينت. هاخد بوينت بسبب ايه؟ ان انت تكون خارج خروجه مع اصحابك ماشي ومودك قلب وحش، فيحصل ايه؟ ان الخروجه تتكنسل. فانت تتبسط بقى، مش انت اللي مكنسل يا جماعه، ده هم اللي هم اللي كنسلوا. تقلبات المود يا جماعه. بالظبط كده. الاستاذ جوزاء يا مش فضايح بقى عشان ايه؟ ممكن ابقى صاحي اليوم حلو وهنخرج وكمان اجي على نص اليوم، ايه ده، ايه الخرا اللي احنا فيه ده، مش خارج، فاهم ازاي؟ فسبحان الله بقى يحصل قدر صاحبك بقى اللي انت مظبط معاه الخروجه هو اللي كنسل. ايه ده انت الكنسل، يا ده انا كنت جاي يا عم. بس انت اللي كنسلت فخلاص بقى. فلما تتكنسل برضه خروجه كده حلوه يعني. انا بقى بتبسط برضه، دي حاجه معرفش الناس كلها تتفق، انا ما اعرفش. انا بقى بشرب قهوه فرنساوي، لما اطلبها بقى على القهوه والاقي فيها شويه بن حلوين كده، شويه بن عشان دايما بيحطوا اللي هو انت ما تشوفش البن في الكوبايه اصلا. بالظبط. فلما زودوا اللبن برضه اللبن زياده برضه بالظبط، يظبطوا القهوه الفرنساوي لو سمحتوا في القهوه لما تتظبط بتبسط. 3 بوينتس العرفه هنا عشان موضوع القهوه الفرنساوي ده مش شبه موضوع القهوه بتاع ايه؟ بتاع اول اليوم بتاعك. يبقى انت تاخد 3 بوينتس في الاول في المونتاج هنحسب. اوكي ماشي. النقطه اللي بعدها لما باخد ورك شوب تمثيل بصراحه، دي بقى مش بتبقى تجربه لطيفه. دي بقى بصراحه ما بتبقاش يوم بس حلو، لا انا الفتره مثلا الورشه دي لو مدتها شهرين ونص 3 شهور شهر 10 سيشنز حتى، انا بتبسط جدا. اولا بتتعلم حاجه جديده وبتشتغل على نفسك، بتتعرف على ناس جديده في الورشه، بتشوف ايه النقط الضعف اللي ناقصاك وبتشتغل عليها، فبتبقى فتره حلوه بصراحه. بتزيت المكنه كده زي ما بيقولوا. ايوه. وبرده لو مسرحيه او كده برده بتبقى شهرين ولا حاجه، طبعا بتعمل تجربه لطيفه. طبعا اعتقد الناس اللي ما لهمش في المسرح او كده، اي حاجه بتقعد فيها فتره مع ناس، مثلا لو رحت كامب تجربه مع مختلفه ناس بتبقى لذيذه، بتبقى تجربه حلوه ومختلفه. تحيه للمسرح ورواد المسرح ومسرح الجامعه الامريكيه، الله الاي سي ثياتر عند فيلم ومسرح تجاره ومسرح تجاره. تحياتنا لكل الناس. انا بقى بتبسط لما بلاقي فلوس في هدومي، اعتقد دي حاجه كل الناس بتتفق عليها. طبعا دي حلوه جدا يا جماعه. نازل كده تلاقي فيه فكه كده في جيبك او 50 100 مش حاجه، مش مشكله. النقطه اللي جايه دي بقى لطيفه برضو، ليها علاقه بالاكل، اللي هي لما باكل بيتزا في اي وقت. بس بقى انا عامل دايت بقى. يا جماعه بس مره الدكتور حط لي بيتزا في الدايت. اوكي او خسيت بيتزا. انا باكل بيتزا يا مارجريتا يا بيبروني يا سوبر سوبريم. حلوه قوي. يا فيجيتيريان. اوكي انا مشكل جبن. ما انت ما تعرفش، انا ما باكلش غير الجبنه الموتزاريلا في حياتي، ما باكلش اي نوع جبن تاني. اي جبن تاني لا. انا ممكن ميكس جبن، ما اعرفش بشارك الجمهور دي حاجه ليه، بس يعني هي لطيفه. والبيتزا السي فود يا جماعه. بحب السي فود، بحب السي فود برضه، بحب السي فود. ما علينا. انا بقى بحب هشام الجح، بحب اتفرج عليه. ليه مسلسل، ليه مثلا قصيده التأشيرة دي، التأشيرة جميله. بتبسط بقى لما يقول لك نقول تان. بعرف ان الحته دي حلوه. اتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الكتاب. نقول تان. اللي هي واحد صاحبي
اسمه جمال عبد الرازق، ممثل صديقنا، حد شاطر جدا، بيقلد هشام الجافي. فنقعد بقى، لا ده قعدني معاه. قعدك معايا. بص بقى، بنبقى قاعدين بقى في البيت عنده، فيقول لك بقى لما بيجي يقلد 4 فرخات ودجاجة ومحدش فاهم حاجة دول تاني. لا هو جميل هشام بصراحة. ماشي، دي برضو ليها علاقة بالأكل وليها علاقة بالشاي بلبن، بس مش بنعناع بقى. امال ايه؟ عادي بقى. بص بقى، لما يبقى اول يوم العيد الصبح وتاكل بقى، بص يا جماعه جيت على الجرح دي فيها 3 بوينتس. اول يوم العيد الصبح كحك وشاي بلبن، ده بيبقى طبعا طقس تقليدي كده في العيد، لطيف جدا. حلو. اليوم اصلا بيبدا جميل بسبب الصلاه. الصلاه كده الصبح عشان ربنا يكرمنا. صلاه العيد الجميله، تطلع من بعد الصلاه تضرب بقى كوبايه الشاي، وانت بقى قاعد بقى رمضان بقى مفيش بقى طول الشهر بقى ايه، فانت اول كوبايه شاي الصبح مع الكحكايه الجميله، بس بلاش كحكه عشان عارفه ايه بيخس. انا مع اللي جايه برضو في اكل انا بنبسط يا جماعه، بعشق الجاميز او اللي هو اي حاجه زي الجيلي كولا كده. زي نفس الكلام دي زي ولاد اختي، انا وولاد اختي مدمنين، فاهم؟ لو مش عامل دايت كل شويه يلا يا جماعه نجيب جاميز، يلا نجيب جيلي كولا. جت فتره كده اختفى من السوق بس رجع تاني، صح؟ ايوه تلاقيه في الهايبر في البتاع. انا بجيب كمان اللي هو تروح للمقله وتقول له وزن لي شويه. شويه. يا جماعه الموضوع ده انتشر صحيح، بقى في المقلات الجديده دي بقى فيها الجامز دي كتير قوي. أيوة. حاجات بقى اللي هي الجيلي كولا مش عارف الكلام، حلو لطيف الموضوع ده. بص بقى، لما في كده قطه، هي تقريبا هي مش بتاعتنا، بس هي تقريبا مقيمه في نفس المكان بتاع البيت. فاهم ازاي؟ ممكن تطلع بقى بالليل اقعد اتكلم معاها واحكي لها شكلي كما واقول لها اسرار، لانها مش هتبوح باسرار. دي بقى من ضمن الحاجات الغريبه اللي بتوصف. فانا بفضفض مع القطه ساعات بالليل كده، اللي هي تعالي بقى اقعدي بقى كده ايه، بجيبها بقى بايه بقى ايه، لا لانشو. فاهم ازاي؟ عشان تتمزج وتقعد معاك بقى شويه، وتقعد بقى خلاص بقى. في برضه اكل دراي فود بقى بتاع بظبطها يعني. انا ممكن احكي مع القطط شويه. دي حاجات غريبه شويه بعملها يعني. بتبسط لما ابقى طالب رحله اوبر ويقعد كده يبدا الرحله فيلاقي ان هي كريدت كارد، فما يحسسنيش ان انا عامل عمله او ان انا لقيت لان الموضوع ده يا جدعان بقى بيضايقه، يقول لك يا باشا مش بالذات لو اوبر انا عايز احط بنزين وبتاع. يا عم انت جاي ما تعجي لك الفلوس دي اقصاها كمان اسبوع مثلا وكده كده اوبر ليها فلوس عندك فدي هتشيل بالظبط. ما بفهمهمش بصراحه، بس الله اعلم، ممكن لو انا سواق اوبر ابقى بفضل الكاش مش عارف. يوم الجمعه من الايام المفضله بالنسبه لي، عشان بقضي في وقت مع اهلي بشكل كويس يعني. بيبقى فيها اولويه ان انا اقضي وقت حلو مع اهلي يعني. ايوه يوم الجمعه بصراحه اختي ابويا كده يوم عظيم بصراحه. يعني يوم بيبقى الموضوع لطيف. فيوم الجمعه من الايام المفضله. انا بتبسط لما النور يقطع ويجي بعدها بدقيقه، هو بيفشخ الاجهزه مثلا، بس انا بتبسط انه خلاص ما طولش يعني. مطول. عادي يعني، جه في اللطيف منه. دي حاجه ممكن تبسطك انت، عارف لما ترجع الجيم بعد فتره انقطاع. وبعد كده هتنقطع تاني بعديها. خلي بالك يعني، انت هتتبسط شويه وتنقطع تاني عنه. ايوه بس لما تبقى راجع بعد فتره. هو الرياضه عامه بتبسط والله، ده حقيقه تجريبيه مش علميه، الحقيقه تجريبيه. خدت بالك من التجريبيه دي يعني. انا بتبسط بقى لما اركب اوبر سكوتر واوصل من غير ما نقع، وده بيحصل مرتين 3 في اليوم. انا كل يوم بركب اوبر سكوتر بس كل يوم في خطر بسبب. طب يا جماعه انا عايز اقول لكم ان انا وانا باجي عارفه دلوقتي انا باجي بسكوت وعارفه هبتدي قلقني ان انا اجي له اصلا. لا يعني هو بصراحه بس انا ببقى واثق فيهم هم. اوكي اللي هو الخط من هناك لحد هنا ده تمام يعني. ايوه مش مشكله فيه. بص بقى، لما تنجز حاجه في يومك بشكل عام، بمعنى ايه؟ يعني في ايام كده كتير بتبقى عايزه تتمنتج يا جماعه، اللي هو انت صحيت اليوم طار ما عملتش فيه حاجه. لا لو رحت مثلا خلصت ورقه بتاع يعني مثلا، ما هو دي بقى جايه في نقطه تانية، بس اعتقد هي نفس النقطه، ممكن نضمها في نقطه واحده، اللي هي مثلا رايح مصلحه حكوميه جاي يوم اسود عليا وعلى اللي جابوني. اللي هو يا نهار اسود، ده انا رايح مصلحه حكوميه، ده يوم منال ب 60 جنيه. فاهم ازاي؟ وسبحان الله ربنا يسترها كده وتنجز. بس الدنيا جميله
والصراحه خلينا نتكلم والله- صراحه والله. لا الدنيا اتطورت الصراحه. ده في مصر وبقى الرقميه في- ده مثلا بيعمل لك ادوار كمان، تاخد مثلا. دورك قبل ما تروح المصلحه تروح الرقميه. تنجز على طول. صح ولا أنا صح- غلطان؟ صح جدا بس صح. عرفه. صح جدا بس عرفه. ما علينا. ما انت شباب لي ما علينا. ماشي كمل. انا بقى بتبسط لما ماما مثلا بتبقى مش عارفه تبعت صوره مثلا في واتساب واقوم رايح كده مساعدة. بس الجينيوس بتاعنا ايوه قام بالواجب. محمد مش عارف ادخل مثلا جروب على تليجرام فاقوم تروح مساعدها. اعمل لها أيوه. الحكاية دي. بحب- احس بقيمتي، وبصراحه عشان لماما كمان اللي هو دي واقفه معاك يا ماما. تحية لست هاتي الكل إيدك يا بابا. وست الحبايب وراسنا. بحيي امي من هنا برضه. هتتفرج علينا في الحلقه. الواحد لا ان شاء الله يبقى في جمهور. احنا قلنا احنا يا جماعه بادئين حلقه وقلنا جمهورنا العظيم. احنا اول حلقه لسه مفيش جمهور، بس احنا قلنا جمهورنا العظيم على امل إن شاء الله. ولما جمهور يجوا عظيم. تاني جمهور بعدين ما شافوش الحلقه دي يرجعوا يشوفوها. بالظبط. بنحييكم من الحلقه من بدايه الحلقه. ايوه بالظبط كده. حاجه برضو بوينت ليها علاقه بالبوينت بتاعت الضحك والحاجات دي، ان لو في اي حاجه في خلال اليوم حصلت ضحكتني بشكل عام. يعني انا بشوف ان اليوم بيبقى سخيف قوي لو عدى كده من غير ما تضحك في خلال اليوم. اي صح. حاجه حصلت، شفت حاجه في الشارع ضحكتك، حد قال لك حاجه ضحكتك من صحابك، بس ما يبقاش هزار من غير لازمه. لا انا لسه شايف بتحصل. حاجه اللي هو في ناس بيحبوا يهزروا في اللي ينفع يتهزر فيه واللي ما ينفعش يتهزر فيه، ودي حاجه غلط. بالظبط. لا انا بكلمك في الضحك في خلال اليوم. لا صح فالid. إن تخيل كده يوم ما ضحكتش فيه في اي حاجه، بيبقى يوم سخيف صح؟ صح. تحس كده اليوم ايه اللي حصل في اليوم اللي عشان خلاني ايه إيه يوم ده؟ كئيب من اوله لاخره ومفيش حاجه حصلت كده تضحك. أيوة. فاهم؟ انا بتبسط لما اطلع على الميزان الاقيني هادي اليومين يا دول يعني. جماعه عارفه عنده ايشوز في موضوع أساساً. الوزن ده، بس هو بيحاول. هدومي وزني ايوه. ايوه بالظبط. ابعتوا لي يقولوا لي انت كويس. خدوا دي بقى يا جماعه، لما يبقى في ماتش الاهلي بيكسب بس انا ما رضيتش اجيب سيره بس الكوره. خلاص بقى، بس عشان عارف والله انا زملكاوي كنت صح. هقول لك لما الاهلي بيخسر في اي حاجه وشلتها عشان ما اخسرش جمهور. لا، انت لا، لا. يا جماعه 0 بوينتس. افتكروا 0 بوينتس. جمهور عمرو والاهلي ماشي عرفه عنده عرفه. مشكله مع جمهور الاهلي وعمرو. انا بقى بتبسط لما ببقى نازل اي مشوار يستدعي ان انا احط برفيوم، معناه ان المشوار ده حلو. اي مشوار احسبها كده، اي مشوار تحط له برفيوم هتتبسط. انت رايح مكان تتبسط. فانت بتجهز له قوي وبتعمل له قوي أيوة. والدنيا في الا لو فرح سخيف، بس عاده عادي بتبسط في الافراح برضه يعني. اوكي. بس انا مش من هواة الافراح قوي بصراحه. يعني اللي هو ببقى رايح عشان اعمل واجب اكتر. ايوه في افراح لذيذه دمها خفيف، وفي افراح بس انا ما بحبش اطول في الافراح، يعني بحس تضييع وقت جامد. بالظبط. هو ساعتين ماكسيموم. ده كده كتير. النقطه بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها، مش عارف برضو اضيفها تاني ولا ما اضيفهاش، بس هضيفها. يعني هي فكره ان انا كشخص جوزائي انه اليوم لو كمل من اوله لاخره حلو تمام، فاهم؟ ما اكتئبتش في نص اليوم، عدى على خير. زي كده رحله كوبر الحمد لله ما وقعناش. ما وقعناش. اليوم عدى على خير. بالظبط. فده بيبقى لطيف جدا. ايوه خلاص قربنا يا جماعه. اتمنى ما تكونوش زهقانين ولا حاجه، بس احنا مش زهقانين. يعني انا تمام. انا بقى برضو حاجه ليها علاقه بالممثلين. لما ابقى اديني بقى لما ببقى بصور مشهد مثلا والمخرج يقول نكست، فاعرف ان المشهد ده تمام كده. خلاص. وحاجه كمان ان الممثلين اللي بيبقوا معاك في المشهد لطاف. يعني لو انت مثلا عشان تبقوا عارفين يا جماعه، لو حد جديد ممكن في بعض الاحيان، ولا نعمم بس عارفه ان انت ممكن الممثلين او النجوم اللي انت بتتعامل معاهم حد فيلن شويه رخم شويه بتاع، فتيجي تمثل معاه اللي هو يديك سكه كده، فاللي لا ده انا خلاص بقى انا همثل مع نفسي ماليش دعوه بيه، عشان هو مسكب ربنا معاه في نجوميته فمالناش دعوه بيه. فلما بتلاقي ساعات ان في تعاون ما بين الممثلين معاك، وفيهم كتير قابلناهم كتير انا وصلاح هتعرفوا بصراحه. الصراحه في ناس كتير اشتغلنا معاهم كانوا لطاف جدا الحمد لله. مش كتير قوي، احنا ما عملناش اعمال كتير يعني، بس هو اللي اشتغلنا معاهم لحد دلوقتي كانوا ناس جميله وربنا يزيدهم يعني. تمام. ايه بقى لما الدليفري يجيب لك الاكل سخن. صح. ليه بقى لان بقى النص ساعه لو جت بارد بيبقى بشع. انا ما اعرفش اكل الاكل اللي بارد في اي حاجه لازم الاكل ولو سخنته مش زي ما هو جاي سخن. هو جاي سخن
أيوة. وبعدين الفتره اللي ما بين التليفون بتاع الاوردر ووصول الاوردر دي جحيم جوع. اللي هو أيوة. نص ساعه دي جحيم جوع، عشان الواحد بيبتدي يطلب وهو جعان اصلا، فمعدته بتتاهل انا في حاجه جايه، في حاجه أيوة. حلوه جايه دلوقتي، فاللي هو ايه، هاتها سخنه بقى يعني تتم جميلك. يعني في مثلا يقول لك اللي يعمل جميل يتمه يكمله أيوة. للاخر، صح؟ فانت تم جميلك وهات الاوردر سخن بعد اذنك. صح. نداء للمطاعم. المهم انا برضو ببسط، دي حاجه قلتها قبل كده، انت قلتها لما حد يجيب لي هديه غير متوقعه حتى لو كوبايه قهوه، انت قلتها دي، فاحنا اتنين ناخد 2 بوينتس. 3 بوينتس. يلا يلا ان شاء الله يعني. معاك. حتى لو جاي لك معدي عليك جايب لك مثلا ازازه كوبايه قهوه من اللي انت بتشربها، مثلا كوبايه شاي، اي حاجه، حاجه بسيطه، كرواسون مثلا. اي حاجه في اللطيف، مش هنقول لا يا جماعه والله. اخر بوينت بالنسبه لي، ولا في بوينت انا مسقطها؟ في بوينت كمان، اللي هو اخر 2 بوينتس، اللي هو لما بسرح بالليل بقى قاعد كده في البلكونه بالليل، واسرح بقى مع نفسي، بسرح بخيالي بقى في الحاجات اللي انا نفسي احققها في احلامي، في الحاجات أيوة. ده بيبقى وقت لطيف. وبصراحه بالليل تحسوا الوقت اللي الواحد فيه بيجمل حياته بالظبط كده، اللي هو لو سرحت، طب ما انا لو عملت كل حاجه بقى انا طب عايز قناه اليوتيوب دي لو جابت مليون في اول مثلا هيحصل ايه يعني؟ 1000 سبسكرايب دول من اول حلقه، مثلا 10000 جول في ثاني حلقتين مثلا. لا بجد والله، وفي حياتك يعني، طب ما لو الشغلانه الجايه ظبطت كده يعني بالظبط. لو جالي بطوله في مسلسل فجاه عايزين شباب مثلا برضه ده غير مباشر، بس اعرف المخرجين مثلا يعني. لا هي الفكره انه فعلا ودي يعني لو حد ما بيعملش كده، احنا اعتقد ان احنا في فتره كلنا عاملين كده، اللي هو في مشتتات وفي اسمها ايه ديستراكشنز كتير كده، اللي هو حاجات. فلو لقيت 10 دقايق ربع ساعه كده تقعدوا مع نفسك قبل حتى ما تنام بالليل، اللي هو دول الشويه بتوعي، ايوه، واسرح كده، يا الفتره اللي جايه مثلا نفسي اعمل كذا ان شاء الله خير، واتفائل واسعى 9 ونص، وده قالش وحش طبعا. ايوه طب انا هخش طب انت لو كنت هتاخد بوينت خلاص. لا مش بوينت العرفه عشان القلش دي. انا ببسط. عايزين نعمل حلقه عن القلش يا جماعه، احنا هنعمل حلقه عن القلش. مين بقى هتنتقدهم ولا هتبقى منهم؟ لا هخش في القلش بس. ماشي. انا ببسط لما اوصل تاني واحد، عشان دايما بوصل اول واحد واقعد بقى مستني. وبعدين الفرق ما بين اول واحد وتاني واحد عادي ممكن يبقى ساعتين، بس طالما تاني واحد جه خلاص كله هيجي بس. فببسط لما ببقى تاني واحد. الموضوع ده سخيف جدا يا جماعه، يعني انا برضو من الناس اللي عندي التزام بفكره المواعيد دي، فتروح يقول لك انا داخل عليك، داخل عليا فين؟ داخل عليا فين الساعه 6 وانت جاي 8 الا ربع؟ يعني داخل عليا فين؟ داخل عليا في ساعتين الا ربع، ليه؟ بالزبط. داخل في ايه؟ المواعيد يعني لما بتتظبط بتبقى حلوه. اخر بوينت يا جماعه بقى. فاكر يا استاذ عرفه ايه؟ رقم 30. ايه؟ لما بسجل حلقه في السين. بس بقى خلاص بقى يا جماعه دي خلاص بقى يا جماعه، ده ما هي بسجل حلقه في السين بقى. لا انزل يا صراحه انا كمان مبسوط النهارده والله. بس انا عندي 2 بوينتس مش بوينت واحد، خليني اقولهم تك تك. اديها على طول. اول واحده لما احلق والناس تقول لي الحلقه دي لايقه عليك، حاجه بوست انرجي بوست كده. خصوصا لو مامتك في سر. انت على فكره يا امير الحلقه دي لايقه عليك. صح ايوه. عايزين يا جماعه نحيي امير من ورا الكاميرا بالظبط، عشان امير هو اللي بيساعدنا في تصوير الحلقه دي. احلى تحيه استاذ امير. امير _TV على تيك توك. ايوه بالظبط. لما اجي اركب ميكروباص والاقي الكرسيين اللي قدام فاضيين بتوعي يا جماعه، والرحراحه والدنيا لازم مع الدايت مع الكلام ده. شنطتي جنبي انا قدام بس كده. طيب هنرمي الورقه اهو خلاص. عايز اقول بس تعرفوا بجد والله اول حلقه يا جماعه، اول حلقه اتمنى تكونوا انبسطتوا والله وقضينا وقت مع بعض. احنا قاعدين معاكم كده بالظبط، ما نكونش طولنا عليكم، وانبسطت جدا. عارفه والله شكرا ليك. اتمنى بجد. وخلينا بقى لو اتكلمنا ضحك كتير خلينا نقول كده اللي عارف الجمله اللي هي بتبقى في اخر المسرح اللي هي اللي لازم تقول فيها انا السؤال وانتوا الجواب، والحاجات دي. انا السؤال وانتوا الجواب. يعني حاولوا، مش فكره ان هي حاجات غريبه بتبسطكم في اليوم، حاول اي حاجه في خلال اليوم العادي تعملها
تبسطك. يعني صح. احنا هم يا جماعه يومين، كل واحد هيخلع يروح يتوكل على الله. فيعني لو اليوم مهما كان سخيف، مهما كان اشرب في قهوه حاجه، مظبوط، اعمل معرفش أي احلق حاجة. حلقه حلوه عادي والحلاقه كل في جميع انواع الحلاقين، في ابو 20 وابو 50 وابو 200 بالظبط. فيعني حاول يبقى في اي حاجه تبسطك كده في خلال اليوم، عشان اليوم ما يبقاش بس معدي كده سخيف يعني. بس. اكتبوا وقولوا لنا بقى، رايكم واكتبوا لنا انتوا ايه الحاجات البسيطه اللي بتبسطكم ممكن تحصل تبسطكم في اليوم. وبس. ومش هنوصيكم بقى خلاص، والنبي ما تقولهاش، مش هنوصيكم على القناه. مش قناه في هنقول بقى عينيكم. احنا يا جماعه عايزين نعمل قناه غير تقليديه، فمش هنقول لكم تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. مش هنقول لكم تعملوا كده. يلا سلام.